لو عندكوا علبة تونة وشوية بطاطس، تعالوا نعمل مع بعض أكلة سريعة لطيفة جدا والولاد هتحبها وهتنقذكوا جدا في أي يوم زحمة. هنعمل مع بعض كفتة التونة بمقادير بسيطة واقتصادية. بس قبل ما نبتدي، لو دي أول مرة تشوفوني، أنا لينا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. ويلا نبتدي بالمقادير. هنحتاج بطاطس مسلوقة، أنا تقريبا كنت سلقة 4 حبات. علبة تونة تقريبا وزنها كان 170 جرام، ممكن تقل ممكن تزيد حسب الرغبة، ولازم تصفوها كويس من الزيت. هنحتاج بصلة خضراء مفرومة، وبصلة بيضة أو حمرا تكون مبشورة ومعصورة كويس من المية بتاعتها. ربع حزمة من الكزبرة الخضراء، هنحتاج الورق بس من غير عيدان. بيضتين هناخد منهم الصفار بس. والبهارات: ملح وفلفل اسود، كزبرة ناشفة وكمون، بابريكا وتوم باودر، كركم وده اختياري، لو مش حابين ممكن تلغوه، و3 معالق نشا. في بولة كبيرة هحط البطاطس، عليها التونة والبصل المفروم والبصل الأخضر، الكزبرة، وهديهم تقليبة بسيطة. وهضيف البهارات وصفار البيض، وهدي تقليبة، ونعجن بقى حبة لحد ما تلم وتبقى سهلة انها تتشكل. في الخطوة دي لازم تعجنوها كويس، عشان لو ما اتعجنتش كويس هتفك منكم وهي بتتقلي. نبتدي نعملها بقى أقراص أو أصابع زي ما تحبوا. كده خلصت الكمية كلها، هدخلها في الطبق ربع ساعة في التلاجة. وبعد ما تطلع من التلاجة هكون مجهزة طبق فيه بياض بيض، وطبق تاني فيه بقسماط. لو مش متاح بقسماط ممكن تلغوه تماما وتستخدموا بياض البيض بس وتتقلي بعدها. هضيف فلفل اسود لبياض البيض واقلبهم مع بعض شوية. هنزل بالكفتة لمسة بسيطة جدا في بياض البيض، وبعدين هحطها في البقسماط واضغط عليها جامد عشان ما يفكش. ولما اخلص الكمية كلها هدخلها الفريزر تقريبا من 5 ل10 دقايق. المرحلة دي تقدروا ان انتوا بعدها تعملوا كمية كبيرة وتفرزوا كمية في الفريزر تكون جاهزة على القلية. ودلوقتي في مرحلة القلي. في طاسة هنحط زيت ما يكونش غزير، درجة حرارة متوسطة، هنحمرها تاخد لون ونقلبها. اهم حاجة ما نسيبهاش على وش واحد لحد ما يحمر قوي، قلبوها كل شوية افضل. ولما خدت اللون اللي انا عايزاه هطلعها صفيها من الزيت على مناديل. وده شكلها النهائي. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، جربوها واكتبوا لي رأيكم